السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أهلا بكم يا شباب في كورس تعلم فلاتر من الصفر. في الفيديو اللي فات هيئنا بيئة العمل على برنامج أندرويد ستوديو. في الفيديو ده هنهيئ بيئة العمل على في اس كود عشان الناس اللي عاوزة تشتغل عليه. أول حاجة عندي هفتح جوجل كروم وهكتب عندي داونلود دارت اس كي. بعد ما كتبت دارت اس كي هنزل هنا عندي في الستيبل والشانل وهختار الاوبريتنج سيستم بتاعي حسب ما انا عاوز، ماك او لينكس او ويندوز. تمام. واشوف اذا كان هو 64 او 32. وهاجي هنا عندي في الويندوز وهعمل تحميل للدارت اس دي كي. تمام. هضغط سيف وهنزلها عندي. بعد ما عملت تحميل للدارت اس دي كي رقم 3 هروح على المكان اللي عملت فيه التحميل للدارت اس دي كي. تمام. هلاقي الملف بتاعي ظهر بالشكل دوت. هعمل ليه اكستراكت هنا، افك الضغط من عليه. تمام. بعد ما خلصنا العمليه دي هخش على الفولدر بتاعي، اخش على البن واجي اقف هنا فوق هنا. تمام. واضغط كنترول ايه واخد المسار ده كنترول سي كوبي، وارجع تحت هنا في السيرش اكتب اي. هيظهر معايا edit the system environment، اضغط عليها. اخش على environment variables واجي هنا في اليوزر variable for abc. هضغط هنا على الباص دي مرتين كده هيظهر معايا النافذه دي. هضغط على نيو واضغط كنترول في. تمام. بعد ما ضغطت كنترول في هضغط اوكي اوكي اوكي. تمام. تمام. الخطوه رقم 4 هاجي هنا في السيرش واكتب السي ام دي. تمام. هفتح السي ام دي بتاعي واكتب هنا دارت فيرجن واضغط انتر. هيظهر معايا بالشكل ده دارت اس دي كي فيرجن كذا. كده انا سطبت الاس دي كي بشكل مظبوط. تمام. لو ما ظهرش معاك الكلام دوت كده في مشكله عندك، راجع الخطوات زي ما احنا عملنا بالظبط. خامس حاجه عندي هتحتاج تنزل الكود اديتور. هكتب هنا داونلود في اس كود. هدخل هنا على الداونلود في اس كود. تمام. واختار الاوبريتنج سيستم بتاعي ويندوز. تمام. وبعد كده هيظهر معايا بالشكل دوت هحمله واضغط سيف واحمل الايه لا الفي اس كود بتاعي. بعد كده هدخل على المكان اللي انا حملت الفي اس كود بتاعي. تمام. واعمل ليه تسطيب عادي خالص. تمام. لو انت ده لو انت عايز تكريت ديسك توب ايكون ليها تضغط هنا. تمام. مش عاوز خلاص نيكست انستول. هعمل فينش. هيفتح معايا بالشكل دوت. تمام.
سيبك انت من الشكل اللي ظهر معاك ده خالص. تمام. هيظهر معاك الفي اس كود. تمام. هاجي هنا مثلا عندي في هضغط هنا، هضغط اوبن فولدر. خلاص انا هاجي على المكان اللي انا عاوز اعمل فيه فولدر جديد في الديسكتوب. تمام. وهضغط هنا نيو فولدر واسميه مثلا دارت، واضغط سيلكت. هيظهر معايا الفولدر بتاعي ده. تمام. ادي الفولدر بتاعي اهوت دارت. هاجي هنا هعمل فولدر جديد هسميه ليب فولدر، ومن الليب دوت هاجي جوه الليب هقول له عايز اعمل فايل هسميه المين دوت دارت. المين دوت دارت ده الفايل بتاعي اللي انا هكتب فيه الكود بتاعي. دوت دارت ده الاكستنشن او الامتداد بتاع الملف اللي بقول له الكود دوت الملف دوت هيتكتب فيه بلغه دارت، واضغط انتر. تمام. تمام. طبعا احنا هتيجي هنا في الاكستنشن دي، في هنا عندك اكستنشن ممكن تستخدمها كتير. طبعا انت تحمل عندك لغه دارت هتضغط عليها كده وتعمل، انا عندي عامل لها انستول. تمام. انت هتعمل لها انستول عندك. تمام. وهكذا. يعني احنا مثلا لو هنكتب بلغه بايثون هتبحث عن لغه بايثون هنا تكتب بايثون. تمام. بي واي كده هيضغط معاك بايثون زي كده لو انت هتكتب بلغه بايثون، فاهمني. لو انت هتكتب باي لغه تانية مثلا زي الجافا تضغط كده في السيرش جافا هيضغط معاك، يظهر معاك الجافا وهكذا. تمام. احنا هنحمل لغه دارت لان احنا هنشتغل بلغه دارت فحملناها وخلاص. تمام. تمام. مفيش مشكله. في عندك شويه اكستنشن جميله ممكن هنا تستخدمها في الفي اس كود. هنا في حاجات اكستنشن جميله خالص زي انك مثلا تحمل والله انا مش فاكرهم دلوقتي بس هحاول مثلا الاكستنشن ديت بتغير لك شكل الاقواس بعد كل ايه، زي ما انت شايف كده القوس دوت بلون، في كل سطر ليه قوس بلون معين. تمام. ممكن تحملها، انا اعمل لها انستول. في مثلا دي مثلا انت بقى في اكستنشن كتيره بقى، دي بتاعت الكوميت مثلا بتخلي لك شكل الكوميت مختلف، لون الكوميت مختلف بتاعك. في اكستنشن جميله كتير موجوده في الفي اس كود ممكن تدور عليها وتجربها. اول حاجه بكتبها هنا هي فويد. تمام. وبعد كده بكتب مين. تمام. وبعد كده بعمل القوسين دول. تمام. بشيفت 9. تمام. بعد كده بطلع منهم كده بالاسهم بتاعتي بره كده. تمام. وبعد كده بعمل حاجه اسمها كيرلي براكتس. تمام. كنترول وعلامه الايه القوسين اللي قدام منك دمت كده. تمام. تمام. وباجي هنا بكتب آه وباجي جوه الكيرلي براكتس دي بكتب الكود بتاعي زي ما اقول له برنت. تمام. برنت مثلا آه تمام. اقول له برنت باجي جوه البرنت دي بفتح قوسين وجوه القوسين بعمل سنجل كوتيشن. تمام. واكتب اللي انا عاوزه زي مثلا هلو وورلد زي كده، واجي هنا اضغط له اف 5 هيطبع لي الرساله بتاعتي اللي هي هلو وورلد هنا. تمام. في الكونسول بتاعي. لو في اي مشكله قابلتك تقدر تخش على جروب الفيسبوك ونتابع مع بعض حل المشكله. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.